رحمة الله سبحانه وتعالى تكون قريبة ممن أحسن أو ممن اتصف بصفة الإحسان. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. معنا الأستاذ سعيد من البحيرة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ أستاذ سعيد السلام عليكم. أنا سعيد مع حضرتك من البحيرة. يا مرحب يا أخ سعيد. أنا النهاردة جيت من الشغل تعبان، فالعيال فمراتي زرجنتني شوية كده، فقلت لها أنت طالب الثلاثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. في أي استيضاح فضيلة الشيخ؟ أنا عاوز أعرف كفارة اليمين دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب هقول لك على حاجة يا أستاذ سعيد، هل أنت طلقتها قبل ذلك؟ سامعني؟ يا أستاذ سعيد حلفت عليها أيمان طلاق قبل كده؟ لا. يعني دي أول مرة حضرتك؟ لا ما حلفتش قبل كده. يعني دي أول مرة؟ أول مرة. طيب دي وبالله التوفيق تحسب طلقة. أول مرة. دي تحسب طلقة وليس لها كفارة، والله أعلم. أول مرة. وقت التلفزيون يا أخ سعيد. كفارة؟ لا سمعتني حضرتك؟ أنا بقول لك إذا كانت دي أول مرة فتحسب طلقة واحدة. تحسب طلقة واحدة وليس لها كفارة، ما تطلعش كفارة إن شاء الله. فوقعت طلقة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تفضل يا فضيلة الشيخ. ثمرات الإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ثمرات الإحسان، يعني إحنا لسه بنتكلم عن الإحسان. عايز أقول إن قبل أن نتكلم لا بد أن يمسك الإنسان لسانه ولا يتسرع في الحلف بالطلاق، لأنه بعد ذلك يبحث عن الحلول. يعني فأقول للأخ سعيد يعني جزاه الله خير ما يكررش، يمسك لسانه جيدا ويحسن إلى نفسه ويحسن إلى هذا البيت ويحسن إلى يعني أسرته حتى لا تنهدم. والزوجة لا تستفزه يعني. والله مش عارف، المفروض الصيام ده يعني يهذب النفوس ويجعل الإنسان يعني أكثر صبرا وأكثر ترويا. من ثمرات الإحسان قلنا أن رحمة الله تكون قريبة من الذي تعود على الإحسان. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه أول حاجة، يبقى الرحمة دائما تكون قريبة وتشمل هؤلاء. البيت الذي يكون فيه إحسان يكون فيه رحمة. الأمر الثاني أن الله يكون دائما مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا من ثمرات الإحسان لا يضيع أجر المحسن أبدا، لا يضيع أجره. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الإحسان أن الله يعطي المحسن نعمة الفهم ونعمة الحكمة والعلم، وكما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وكذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى جاءت هذه النتيجة لأن الشخص يكون محسن. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أيضا المحسن يوم القيامة له الجنة. هذه أول شيء. المحسن اللي احنا قلنا يعني يحسن مع الناس ويحسن مع نفسه ويحسن مع الخلق، هذا يأتي يوم القيامة له الجنة. طيب وإيه تاني؟ وله الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه هي الزيادة هذه؟ الزيادة هي شرف النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنه يتشرف بأن يدخل الجنة، ثم يتشرف وأعظم الشرف أن ينظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا يهديه الله سبحانه وتعالى وينير له طريقه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه واحدة. ينجيه الله من المهالك كما فعل مع إبراهيم عليه السلام ومع سيدنا إسماعيل. وكذلك نجزي المحسنين، لما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين إن كذلك نجزي المحسنين. تفضل. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وبقي من الوقت دقيقتان، فيعني نريد من فضيلة الشيخ صلاح، وكنا نتمنى يعني إن شاء الله إن بقي وقت يعني فضيلة الشيخ علي نريد أن يعني ينشد لنا في دقيقة إنشادا يذكرنا بالإحسان إلى الناس وإلى غير ذلك. فما هي عواقب ترك الإحسان؟ يعني مش هبقى محسن
ايه العواقب اللي ممكن ويعني بقيت معي دقيقتين في عجاله يعني ان شاء الله على قد الشيخ علي خلاص. لا اتفضل دقيقتين يوم طيب. لا على فكره موضوع الاسئله حتى كان ممكن ناخذ فيه اكثر من اتفضل يا شيخ اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. وفي نهاية اللقاء نبين للسادة المشاهدين أن الفقرات ما زالت متلاحقة حتى وقت السحر وبعد السحر إن شاء الله. فبعد برنامجنا هذا بمشيئة الرحمن نلتقي مع فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي مع رسالة جديدة من رسائله الرمضانية، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم بعد ذلك نلتقي مع فقرة جديدة من أبواب الجنة مع باب تربية الأبناء في الإسلام، والشيخ فتحي عماد وضيوفه دكتور محمد أبو زيد الفقي والشيخ ماهر أبو عامر. فتابعونا وابقوا معنا، جزاكم الله خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في نهاية اللقاء نشكر ضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود وفضيلة شيخنا الجليل فضيلة الشيخ علي حسن، جزاكم الله خيرا، وشكر الله لنا ولكم ولجميع مشاهدين والقائمين على قناة الحافظ الساهرين عليها، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة. نطرق أبواب الجنة بالقرآن وبالسنة ونشاهد نعم الرحمن ونحقق ما نتمنى. يفتح المولى الفتاح للأبرار بلا مفتاح وعبير الجنة قد لاح، نعم المنحة والمنة. أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة. باب الصدق